لما بنتكلم عن الفساتين السواري للمحجبات، إحنا مش بنتكلم بس عن لبس، إحنا بنتكلم عن أناقة ليها طابع خاص، هدوء، رقي، ولمسة فخامة واضحة من أول نظرة. كل فستان بيحكي قصة ذوق مميز واختيار متفكر فيه. السواري للمحجبات بقى ليه شخصية مختلفة، بيجمع بين الاحتشام والجمال بطريقة طبيعية جدا من غير أي تعقيد. الفكرة مش في الفستان نفسه بس، لكن في الإحساس اللي بيديه ليكي، إحساس إنك متألقة، مرتبة، وكل تفصيلة فيكي بتتكلم عن ثقة واهتمام. ودايماً اللمسة الهادية هي السر، لأن الأناقة الحقيقية مش محتاجة مبالغة. بالعكس، كل ما كان اللوك بسيط ومدروس، كل ما كان أشيك وأجمل. اختيارات السواري بقت متنوعة جداً، وكل واحدة تقدر تلاقي اللي يشبهها ويعبر عنها، سواء بتحب الكلاسيك أو الستايل العصري. ومع كل ظهور ليكي، افتكري إن جمالك مش بس في الفستان، لكن في طلتك، في حضورك، وفي الطريقة اللي بتظهري بيها نفسك. الفيديو ده معمول علشان يديكي أفكار مختلفة، يساعدك تختاري وتستلهمي وتلاقي اللوك اللي يخليكي دايماً مميزة. خليكي دايماً على طبيعتك، لأن أبسط اختيار ممكن يكون هو أكتر حاجة تخطف العين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء